بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسه بطريقه سهله جدا جدا ومبسطه، وبعد كده مش هنشتريها من بره وهنعملها في البيت. يلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي واتبع معايا الخطوات علشان البسبوسه بتاعتك تطلع معاكي ناجحه. انا بصراحه عملتها بكذا طريقه، دي الطريقه الوحيده اللي ظبطت معايا البسبوسه وكانت معايا ناجحه جدا. اول حاجه هنعملها هنبدا بشربات البسبوسه. انا معايا كوبايه ونص من السكر، ونزلنا عليهم بكوبايه ونص من الميه. بعد كده ببدا انني ادوب السكر في الميه، زي الميه السكر اللي انت بتعملها كده بالظبط. لما السكر يدوب معاكي تماما ابداي انزلي عليهم بشريحتين من الليمون. بعد كده ارفعي الشربات بتاعك على النار لمده 5 دقايق، وبعدين تقفلي عليه. شربات البسبوسه يا جماعه بيبقى خفيف. تمام. بعد كده عندي كوبايه الا ربع من السمنه ونص كيلو من السميد. انا سيحت السمنه بتاعتي وبعدين نزلت على السميد، وبعدين هبدأ أغلف حبيبات السميد كلها بالسمنة بتاعتي بالطريقة دي. وتيجي تقلبي البسبوسة بتاعتك، تقلبيها يعني بطريقة بسيطة كده، وفي نفس الوقت برضو بنقلبها بالراحة عشان ما تعملش معانا عرق. وتيجي بقى تحطها في الفرن تلاقيها مسكت في بعضها كده ومش حلو. بعد كده نزلت عليهم بمعلقتين كبار من جوز الهند. طبعا جوز الهند دوت اختياري، يعني فيها ناس ما بتحبش جوز الهند في البسبوسة وفي ناس بتحبه. احنا طبعا بنحبها، انا حطيتها. عايزة تستغنى عن الخطوة ديت مفيش اي مشكلة. بعد كده برضو بتقلبيها تقلبتين كده على السريع، وخلاص على كده ببدأ اركن البسبوسة بتاعتي. بعد كده بجيب بولة وبنزل فيها بكوباية الا ربع من السكر الابيض الناعم. ولاحظوا معايا سكر ابيض ناعم. تمام. ونزلت عليهم بكوبايه الا ربع من اللبن الحليب اللي هو كامل الدسم. بعد كده نزلت عليهم بمعلقه من العسل، او لو ما عندكش عسل ابيض يبقى جلوكوز، اللي هو الشربات اللي احنا بنعمله الجلوكوز، الشربات اللي هو التقيل. تمام كده. بعد كده اما ادوبهم في بعض والسكر يدوب معايا تماما في اللبن والعسل يدوب معايا، ببدا انزل بهم على سميد البسبوسه بالشكل دوت. تقلبي بالراحه خالص عشان خاطر البسبوسه معاكي ما تعملش عرق، وتيجي تدخل الفرن او تعملها تلاقيها بتشقق معاكي كده ومش حلوه، وتلاقيها ناشفه وتحسها كده عامله زي يعني بتبقى ناشفه خالص ما تعرفيش تاكليها. لكن لما بتقلبي في البسبوسه بالراحه بتفضل سميد البسبوسه معاكي خشن، وفي نفس الوقت برضو الحبيبات بتاعتها مش متماسكه. تمام كده. بعد كده عندي بقى صينيه مقاس 30 سنتي. نزلت طبعا الصينية انا حاطة فيها سمنة، وبعد كده نزلت فيها بالبسبوسة بتاعتي، وبعدين بسوي البسبوسة كده بايدي بالراحة. طبعا ايدي ببقى بلها مية، وبعد كده ببدأ انني اسواها كده في الصينية، وبعد كده بخبط الصينية خبطتين كده علشان البسبوسة بتاعتي تبقى كلتها في الصينية مستوى واحد. تمام كده. بعد كده بقى دخلتها الفرن. بس للأمانة يعني أنا سبت البسبوسة بعد ما سويتها في الصينية بتاعتي، سبتها لمدة ربع ساعة بالظبط، عشان خاطر ان هي تتشرب من السائل اللي فيها اللي هو اللبن اللي احنا حطيناه. بعد كده دخلناها الفرن، وبقى على اللي هو الصاجة اللي تحت. بعدين لما احمرت من تحت رفعتها فوق على الشبكة لغاية ما خدت الوش اللي انتوا شايفينه دوت. بعد كده حطيت عليها الشربات بتاعي يا جماعة كان بارد، ولاحظوا اللي انا بقوله كان بارد. وبعد كده البسبوسة كانت سخنة، وحطيت الشربات على البسبوسة وهي سخنة، طلعت معايا بالشكل دوت. بعد كده بقى سبتها لما اتشربت الشربات بتاعها خالص وقطعناها. والبسبوسه بتاعتي بصوا بقى النتيجه ما شاء الله والله تحفه. بس اعتمروا الطريقه ديت واتبعوا الخطوات مظبوط، وان شاء الله هتاكلوا احلى بسبوسه في الشهر الكريم دوت. وكل سنه وانتم طيبين. ودي النتيجه بتاعت البسبوسه بتاعتنا تحفة، وان شاء الله هتجربوها وهتعتمدوا الطريقة على طول. ولو وصلتوا لغاية هنا حطوا لنا لايك بقى وكومنت جميل كده منكم. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.